الشوط الرابع لمسافة 1200 متر بانطلاقة تجمع 5 من الجياد. الإنتاج المحلي ستيفي جي هو اللي يتصدر السباق في أول 200 متر، وثم يأتي رياش بفارق طولين ونصف في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث تأتي غافية، بينما بمحاذاة السياج في المركز الرابع كاب كروسيدر، وأيضا تغريدة في المركز الخامس. إذن ستيفي جي حتى الآن هو اللي يتصدر سباق بفارق طولين عن رياش بقيادة ألبرتو سانا، بينما المركز الثالث تأتي أيضا غافية بقيادة الفارس أندرو إليت. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، ولا زال ستيفي جي هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي كابت كروسيدر من وسط جياد في المركز الثاني، وأيضا من المسار الخارجي هنالك غافية المرشحة الثانية في هذا الشوط، ورياش أيضا يأتي في المركز الرابع، وتغريدة في المركز الخامس. إذن ستيفي جي في آخر 150 متر من السباق لا زال هو اللي يتصدر السباق، بينما كابت كروسيدر أيضا قادم بقوة لانتزاع الشوط الرابع من هذه الأمسية، لكن ستيفي جي وكابت كروسيدر في دخول ثنائي. راح نترك نتيجة هذا الشوط لحكم السباق وأيضا للفوتو فينيش. فعلا دخول ثنائي على خط النهاية بين المرشح الثالث والمرشح أيضا الأول كابت كروسيدر وغافية. راح نترك نتيجة هذا الشوط للجنة التحكيم وصورة النهاية. فعلا سباق جميل ورائع، فعلا دخول ثنائي بين كابت كروسيدر وأيضا ستيفي جي. من الصعب التوقع في هذا المشاهدة بالعين المجردة. دخول ثنائي قوي بين كابت كروسيدر وستيفي جي. إليكم نتيجة الشوط الرابع، حيث أحرز المركز الأول